في مفاجأة من العيار الثقيل، باريس سان جيرمان يلقن ريال مدريد درسا قاسيا ويسحقه برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كيف حدث ذلك؟ ومن تألق؟ تابع معنا التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو المثير. في ليلة كروية نارية، أشعل باريس سان جيرمان المدرجات والملاعب، وحقق فوزا مدويا وتاريخيا على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليحسم تأهله إلى المباراة النهائية ويضرب موعدا منتظرا مع تشيلسي يوم الأحد المقبل. منذ انطلاقة المباراة، فرض باريس سان جيرمان سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وضغط بقوة على مرمى ريال مدريد، وسط تألق مبكر للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ فريقه من هدفين محققين في الدقائق 4 و5 بتصديين خرافيين، لكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف الطوفان الباريسي. وجاء الهدف الأول سريعا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ دفاعي قاتل من راؤول أسينسيو داخل منطقة الجزاء، استغله عثمان ديمبلي ببراعة، وبعد مراوغة كورتوا وسقوطه، ارتدت الكرة أمام فابيان رويز الذي وضعها بثقة في الشباك، معلنا بداية مهرجان الأهداف. ولم تمر سوى 3 دقائق فقط حتى جاء الهدف الثاني، وهذه المرة عن طريق ديمبلي نفسه، الذي استغل خطأ آخر من روديجر، وانفرد بالحارس كورتوا وسدد كرة رائعة هزت الشباك، وسط ذهول جماهير ريال مدريد. وفي الدقيقة 24، وجه باريس سان جيرمان الضربة القاضية مبكرا، بهجمة مرتدة سريعة بدأها أشرف حكيمي، الذي مرر كرة أرضية ساحرة نحو فابيان رويز، ليقوم بمراوغة أسينسيو مجددا ويسدد بثقة داخل المرمى، محرزا هدفه الثاني والثالث لفريقه. وانتهى الشوط الأول بتقدم مستحق وثقيل لصالح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، وسط أداء باهت من كتيبة أنشيلوتي. مع بداية الشوط الثاني، لم يتغير المشهد كثيرا، حيث واصل باريس ضغطه العالي وسجل هدفا رابعا عبر دوي في الدقيقة 48، لكن الحكم البولندي سيمون مارشينياك ألغاه بداعي التسلل على ديمبلي في بداية الهجمة. وفي الدقيقة 57، مرر حكيمي كرة عرضية خطيرة جدا، لكنها لم تجد من يتابعها، فيما تدخل فالفيردي في الدقيقة 62 لينقذ مرماه من كرة خطيرة كانت في طريقها لهدف رابع مؤكد. وبينما استمرت السيطرة الباريسية، كانت هجمات ريال مدريد خجولة وغير مؤثرة، دون أي رد فعل يذكر من نجوم الفريق الملكي. وفي الدقيقة 87، جاء الموعد مع الهدف الرابع القاتل، حيث استلم جونزالو راموس تمريرة رائعة من باركولا داخل منطقة الجزاء، واستدار بطريقة فنية مذهلة، ثم أطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كورتوا. وانتهى اللقاء بصافرة الحكم دون وقت بدل ضائع، وسط استسلام واضح من لاعبي ريال مدريد، ليخرج باريس سان جيرمان بفوز كبير يعد من الأكبر في تاريخ مواجهاته مع الريال. باريس سان جيرمان إلى النهائي لمواجهة تشيلسي، في صدام ناري منتظر على لقب كأس العالم للأندية. إذا عجبك الفيديو، لا تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى توصلك كل تغطياتنا الحصرية لأهم البطولات والأحداث الرياضية. شاركنا رأيك في التعليقات. هل تتوقع فوز باريس بالنهائي أمام تشيلسي؟